السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي يواصل تراجع نتائجه محليا وقاريا ويفشل في محققه مديام الغاني وفوزه على شباب بلوزداد الجزائري بسهولة سابقا رغم تعادله مع شباب بلوزداد بدون أهداف. الأهلي يحافظ على صدارة مجموعته في دور الأبطال بسبب تعادل مديام وينجا أفريقيا كان بهدف لكل فريق. انتقادات كبيرة لمارسيل كولر بسبب استمرار مسلسل تأخر التغييرات رغم تفوق المنافس بالشوط الثاني وظهور تراجع بدني واضح على معظم لاعبي الفريق، وإدارته للمباراة بشكل سيء للغاية وتفوق مدرب شباب بلوزداد عليه بشكل واضح في الشوط الثاني. الجماهير الحمراء تهاجم بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إضاعتهم فرص سهلة للغاية في مواجهة شباب بلوزداد. بعض جماهير الأهلي تطالب بضرورة الاعتماد على كريم الدبيس أساسيا بدلا من علي معلول بسبب تراجع مستوى اللاعب التونسي بشكل كبير، والبعض الآخر ينتقد المدرب السويسري بسبب استبعاد الدبيس نهائيا من المباراة ويؤكدون أنه كان من الممكن أن ينزل بالشوط الثاني ويقدم الإضافة للفريق. جماهير الأهلي تهاجم طاهر محمد طاهر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ابتسامته السخيفة لياسر إبراهيم بعد إضاعتهم لركنية برأسية سيئة للغاية. الكابتن محمود الخطيب يدرس عقد جلسة عاصفة مع اللاعبين لتعنيف الجميع بعد استمرار تراجع النتائج محليا وقاريا خوفا من استمرار نفس الحالة في كأس العالم للأندية والخروج المبكر. بعض جماهير الأهلي تؤكد أن سوء التوفيق الذي أصبح يلاحق اللاعبين والفريق بشكل عام أمام المرمى هو سبب غياب العدل في الأهلي من الجهاز الفني الذي يستبعد لاعبين أمثال الضو كريستو وكريم الدبيس وأكرم توفيق بدون أسباب مقنعة، وفي المقابل ضم لاعبين عالة على الفريق للقائمة مثل موديست والذي يعد انضمامه للأهلي جريمة. عدم قدرة أنتوني موديست على تقديم أي إضافة للفريق بعد نزوله في مباراة شباب بلوزداد يؤكد أن قناعة مارسيل كولر باللاعب بها لغز كبير ولا بد أن يبحث الأهلي عنه. تراجع الأهلي بدنيا في الشوط الثاني أمام شباب بلوزداد الجزائري رغم لعب الفريق آخر مباراة منذ أسبوع تقريبا يؤكد أن المعد البدني للأهلي يحتاج للتغيير الفوري. ناصر عباس الحكم الدولي السابق يؤكد أن الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 12 من المباراة بسبب لمس الكرة باليد من مدافع الخصم، وأن الفار لو كان متواجد لكان بلا شك حسبها الحكم. قنوات SSC السعودية تعين بشكل رسمي مدحت شلبي وفادي العتيبي معلقين على مباراة الأهلي الأولى بكأس العالم للأندية والتي من المتوقع أن تكون أمام اتحاد جدة. البرازيلي رومارينيو وكريم بنزيما يعودون للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة السعودي ليؤكدون جاهزيتهم للمونديال. تقارير سعودية بعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد. المؤشرات الفنية للأهلوية تثير القلق قبل المواجهة المونديالية المتوقعة مع عميد السعودية. المعلق الرياضي حفيظ دراجي يهاجم الكاف بكل قوة بسبب استبعاد رياض محرز واتحاد العاصمة من المنافسة على جوائز الأفضل في القارة رغم كل ما حققوه من ألقاب، ويؤكد أن ما حدث مهزلة بكل معنى الكلمة. طارق حامد يعلن اعتزاله دوليا بعد التأكد من وجود نية لاستبعاده من أفريقيا بسبب الأزمة الأخيرة. وائل جمعة بعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي. الأهلي تقريبا فعل كل شيء أمام شباب بلوزداد في الشوط الأول باستثناء شيء واحد فقط وهو ترجمة الفرص التي أتيحت له. هناك مشكلة واضحة في الأهلي باللمسة الأخيرة وظهرت في العديد من المباريات واللاعبين يترددون في قرارهم أمام المرمى، وهذا ما يتسبب في إضاعة العديد من الفرص، وإضاعة العديد من الفرص قد يتسبب في فقدان المهاجمين الثقة أمام المرمى، ولا بد من إيجاد حل لهذه الأزمة سريعا. محمد هاني وعلي معلول كان لابد أن يقوموا بعمل الزيادة الهجومية والتقدم للأمام، خصوصا أن تاو والشحات يدخلون للعمق كثيرا. أما بالنسبة للشوط الثاني فالفريق فقد السيطرة بشكل كبير، ولا أعلم سر التراجع الكبير في هذا الشوط، ولا أحد يحدثني عن الإجهاد، فالفريق لم يخوض أي مباراة منذ أسبوع تقريبا. لا أعلم أيضا السر وراء تغييرات مارسيل كولر المتأخرة في كل مباراة وتضييع الوقت على نفسه. علي معلول مستواه البدني سيء جدا وكراته العرضية المميزة غابت تماما، ولا بد أن يراجع نفسه، لكن لدي ثقة في الفريق واللاعبين وأنهم قادرين على العودة في أي وقت، ومن المستحيل فقدان الثقة في فريق حقق 5 ألقاب في الموسم الماضي، ولكن عليهم ألا يستنزفوا رصيد الصبر. مارسيل كولر: لسنا سعداء بالنتيجة على الإطلاق وكان من المفترض أن نفوز بلقاء اليوم، حاولنا فعل ذلك لكن لم يحدث، والحمد لله أننا لم نخسر في نهاية اللقاء لأن الخصم كان بمقداره خطف الفوز في النهاية وكانت ستزيد الأمور صعوبة.
مشكلتنا الأساسية هي إهدار الفرص وغياب التوفيق بشكل كبير جدا، وهي ظاهرة لابد من علاجها. أرفض كلمة انهيار الفريق وأراها قاسية وكبيرة، وما يجب أن نفعله هو علاج إهدار الفرص واستعادة اللاعبين للثقة. نصل للمرمى ونصنع فرص لكن لا نسجل، وهو لغز بالنسبة لي، لكننا نواجه ضغط مباريات ونلعب مباراة كل 3 أيام، لذلك لا أجد الوقت الكافي لحل المشاكل. استاد القاهرة هو الوحيد الذي يصلح للعب كرة القدم في مصر، وهناك فارق كبير بين أرضية جميع الملاعب وأرضية استاد القاهرة، وهو الملعب الأنسب لنا ونلعب عليه بشكل جيد ونحقق نتائج طيبة دونا عن بقية الملاعب. أحترم الآراء بشأن استبعاد بعض اللاعبين، ولكن أنا المدرب وأنا من أشاهد اللاعبين يوميا في المران، ولا بد أن يصل اللاعب لمستوى محدد في المران وأنا راضي عنه من أجل المشاركة والتواجد في قائمة المباريات. والبعض يتحدث دون دراية بما يحدث في المران. كريستو عاد من الإصابة بعد فترة طويلة ولم يخوض سوى تدريبين، فكيف سيلعب في مباراة اليوم؟ وأحمد عبد القادر متواجد، لكني أضم اللاعب الذي سيكون سببا في الفوز، وبالتأكيد كمدرب أريد الفوز ولن أضحي بلاعب سيساعدني. حسين بن عيادة مدافع شباب بلوزداد الجزائري. المباراة اليوم كانت صعبة أمام خصم قوي، كنا متحفزين وجاهزين للمواجهة. النتيجة مرضية خارج أرضنا وننتظر لقاء العودة لنفوز بإذن الله. لم نأتي إلى هنا لندافع، فلدينا لاعبين من أصحاب الخبرات وكل شخص لعب دوره، وكل اللاعبين كانوا يهاجمون ويدافعون، والمدرب معنا منذ شهرين ولم يقل لنا أن نتراجع للخلف، بل نهاجم معا وندافع معا، والحمد لله على النتيجة اليوم، وأعتقد كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل رغم الغيابات. حسام غالي في تصريحات إذاعية عصر اليوم: أشعر بالحزن على أي لاعب قدم شيء للنادي ولم يستمر. كنت أتمنى بكل تأكيد استمرار رمضان صبحي وعبد الله السعيد، ليس هم فقط ولكن أيضا أحمد فتحي وحسام عاشور، وكنت أتمنى أن يعتزلوا في النادي أيضا، ولكن في النهاية هذا قرارهم، وكل شخص اختار مشواره يكون مسؤول عنه. رمضان كان من اللعيبة الجامدة ويمتلك شخصية في الملعب رغم صغر سنه، ولكن في النهاية ما حدث هو اختياره، وعليه أن يتحمل تبعيات قراره، والنادي لا يتأثر بغياب أي شخص. أجيال كثيرة انتهت ولكن مازال الأهلي يحصد البطولات. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا من وجهة نظرك مين النهاردة يتحمل نتيجة التعادل، مارسيل كولر ولا اللاعبين؟ هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.